السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. واول ما تبدأ المانجا تطلع يبقى اول حاجة هنعملها هي كنافة بالمانجا. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين، في عندك ضيوف او عايزة تزوري حد وكمان تاخدي حاجة معاكي حلوة، بدل ما تشتريها من بره مش هتكلفك 20 جنيه، وهي بتتباع بره ب 300 ل 350 جنيه. تعالوا نشوف هنعمل تارت الكنافة او صينية الكنافة بالمانجا ازاي. عندي اول حاجة هنعملها هي شربات بتاعنا 3 كوبايات من السكر وعليهم 2.5 من المية. المية يا جماعة لازم تكون من الفلتر علشان الشربات بتاعك ما يسكرش تماما معاكي. عاوزاكم يا جماعة تعملوا لي لايكات كتير على الفيديو علشان اللايك بيرفع الفيديو. طبعا اي حاجة بيرفعها ربنا سبحانه وتعالى، بس يعني ايه ان شاء الله يجعلكم سبب في رفع الفيديو على اليوتيوب. فيا ريت ما تنسوش اللايك، ولو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تدعموني بقى باشتراككم واللايكات وكمان كومنت حلو منكم يا اجمل واحلى بنوتات في الدنيا كلها. طبعا الشربات بتاعنا مش هياخد معانا من حوالي من 7 ل 10 دقايق على النار، وعمل يعني عصرنا عليه نص ليمونه. وكمان بعد ما طفينا عليه نزلت عليه معلقة كده من الفانيليا علشان بيديها طعم وريحة جميلة قوي قوي. عندي هنا الكنافة بتاعتي زي ما انتم شايفين، مش هناخد يعني غير ربع كيلو من الكنافة. شايفين يعني تكلفتها بسيطة قوي قوي وسهلة، وكمان طريقة العمل سهلة جدا. هاخد الكنافة بتاعتي كده وافركها، مش هعملها ناعمة قوي، انا بحب الكنافة بتاعتي تكون خشنة. يعني انا بحب اعمل الكنافة الخشنة عادي جدا. بتبقى جميلة قوي. لو عاوزاها ناعمة ممكن تحطيها بقى في الفريزر وتحطيها في الخلاط دقيقة كده هتلاقيها نعمت معاكي خالص. هجيب الصينية بتاعتي او القالب بتاعي اللي هحط فيه الكنافة وهديه كده دهنة من معلقتين من السمنة البلدي الجميلة السايحة. زي ما انتم شايفين انا يا دوب حطيت في الكنافة بس الفانيليا. تمام، لا حطيت سكر ولا سمنة ولا اي حاجة علشان اعرف افردها في القالب بتاعي وما تبقاش مكلكعة. ما تحطيش السمنة غير بعد ما تفرديها، هنوزع عليها السمنة السايحة بتاعتنا. تمام. بس زي ما انتم شايفين انا عملت القاع اهو. بطنت يعني القالب بتاعي بالكنافة، وبعد كده الحواف بتاعته هعملها كده بالكنافة وهضغط بصباعي، هضم ايدي كده واضغط. تمام. زي ما انتم شايفين اهو كده في الفيديو لغاية ما الحواف بتاعتي تبقى كده ايه واقفة. تمام، علشان يبقى تارت كده اعرف احط فيه المكونات بتاعتي، احط فيه كريمة، احط فيه الفواكه بتاعتي. فانا بوقف كده على حواف الصينية او القالب. تمام، وهضغط بايدي كويس جدا. تمام، زي ما انتم شايفين كده في الفيديو الموضوع سهل جدا، وتكلفتها بره يعني اسعار خيالية. يا جماعة مش عارفة ليه الاسعار دي. يعني الموضوع سهل وبسيط ومش مكلفني 20 جنيه، او بالكتير 25 30 جنيه. سهل جدا وبسيط، ومش هياخد منك لا مجهود ولا وقت ولا تكلفة ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين اهو هوزع السمنة البلدي السايحة الجميلة بتاعتي على الكنافة كويس جدا، وهندخلها في فرن. طبعا تكون ايه متوسطة الحرارة. انا بشغلها من تحت بس. اول ما بحس الحواف بتاعة الكنافة او تحسوها كده بقت طالعة من التارت او من القالب بتاعنا، هنبدأ بقى ايه نشغل من فوق. عندي هنا نص كوباية من المية، هحط عليها معلقتين من الكريم كراميل. تمام، وهحطها ارفعها على النار لغاية ما تتقل معايا. بعد كده هنزلها وهحط عليها كوباية من عصير المانجا اللي هو ايه فريش ومعلهوش اي اضافات، مفيش مية خالص. تمام، بس كده وهقلبهم مع بعض شوية وهسيبها تبرد على جنب. تمام، ما تكونش يعني تبرد خالص، لا تكون لسه دافية علشان انا هحطها في طرت الكنافة. وايه وتجمد، هي احطها في التلاجة بتجمد معانا. بس كده زي ما انتم شايفين هنزل بالشربات البارد بتاعي على الكنافة وهسيبها ترتاح خالص وتبرد تماما. تمام،
عندي هنا 3 ثمرات طبعا من المانجا، هقطعهم اقشرهم الاول وبعد كده هقطعهم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. تمام. الموضوع سهل وبسيط ومش مكلف خالص. وكمان يعني هتنفعك لو عندك جاي عندك ضيف او ليكي في البيت والولاد وكده، بصراحة هتحبوها قوي قوي. تمام. هجيب كده الصينية بتاعتي هقلب فيها التارت، شايفين اهي بتنزل اهي لوحدها، وبعد كده هقلبها على طبق التقديم بس كده. تمام. هحط اول حاجة طبعا احنا ضربنا الكريم شانتيه عادي، كوباية من الكريم شانتيه عليه نص كوباية من الحليب المتلج وبس كده، وضربناهم مع بعض. وهنفرد بقى طبقة خفيفة قوي كده في الكنافة من تحت، وبعد كده هنحط عليها الخليط بتاعنا الجميل اللي احنا عملناه. تمام. انا استبدلت طبعا اللي هو الجيلاتين. تمام. النباتي او الحيواني اي حاجة احنا بنجيبها من العطار او كده، الجيلاتين انا استبدلته طبعا بالكريم كراميل. تمام. بيدي طعم احلى، وكمان الناس اللي بتحبش الجيلاتين خالص ممكن تستخدم الكريم كراميل بداله. تمام. بس كده هقطع المانجا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو الى شرايح. تمام. علشان ايه؟ ابدأ هي اللي ازين بيها تارت المانجا او صينية الكنافة بالمانجا. تارت الكنافة يا جماعة مش تارت المانجا. تمام. بس كده زي ما انتم شايفين اهو عملنا شرايح حلوة اهي علشان نبدأ نحطها في الكنافة. هاخد برضو طبقة كده من الكريم شانتيه. تمام. فوق الصوص الجميل اللي احنا عملناه بالمانجا والكريم كراميل، بجد هيديكي طعم لذيذ ومميز قوي قوي، غير اللي بنشتريها كمان من بره. وهنسويها كده بالسباتولا او بمعلقة عادي جدا. تمام. هتتفرد معايا عادي خالص كده على الاطراف. هنحط الكريم شانتيه برضو بشكل جمالي كده، شكل وردة. تمام. وبعد كده هنبدأ نرص بقى المانجا بتاعتنا، شرايح المانجا. تمام. الموضوع سهل بسيط وهيديك شكل جميل قوي قوي زي اللي بنشتريها وبنشوفها في محلات الحلواني اللي بتعدي ال 300 وال 350. احنا ما كلفتناش لا وقت ولا مجهود يعني، وطعمها لذيذ قوي، حاجه كده مضمونه انت عاملاها في البيت، فرحتي انك عملتي حاجه حلوه وفرحتي ولادك او ضيوفك او كل اللي بيدوق طعمها، بجد هيقول لذيذه قوي قوي. تمام. بس كده هنرص شرايح المانجا حوالين داير بعد الوردة اللي احنا عملناها من الكريم شانتيه. تمام. زي ما انتم شايفين كده في الفيديو كل واحدة بتيجي على الشريحة الأولانية، بحط شريحة واجيب الشريحة التانية عليها، احط واحدة والشريحة التانية عليها لغاية ما اخلص كل الكمية بتاعتي على الكنافة من فوق. تمام. او فوق الكريم زي ما انتم شايفين كده. الموضوع سهل بسيط خالص خالص. تمام. يلا لو معايا في الفيديو لغاية دلوقتي ما تنسيش اللايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة يلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان أول ما أنزل أي وصفة يوصلك مني إشعار إني نزلت الوصفة. هنعمل كده وردة كده من فوق شكل جمالي برضو علشان يبقى شكلها حلو. هنقطعها ببصامة الكحك أو اللي هي برضو قطعات البسكوت، اي حاجة عندنا دايرة ممكن نقطع بيها المانجا، وهنقطعها زي ما انتم شايفين بالسكينة كده، هيطلع معانا الشكل الجميل ده. وممكن تكملي لف شرايح المانجا لغاية ما تبقى شكل وردة كده اهو زي ما انتم شايفين. كملتها حطيت اهو شرايح المانجا لغاية الاخر، وبقى عادي شكلها جميل قوي قوي. واتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم ويكون خفيف عليكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.